السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه حلوه كده ولذيذه. هنعمل مع بعض الكنافه بطريقه مختلفه وطريقه جديده. ايه رايكم؟ زينت الكنافه بصوص الشوكولاته وصوص التوفي او الكراميل. ايه رايكم؟ سايباها ساده، ودي مزينه بالشوكولاته وبصوص التوفي. طعمها حلو قوي وخطيره جدا. اتمنى انها تعجبكم. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. في البداية كده يا حبايبي هنعمل الشربات. عشان شربات الكنافة بيبقى تقيل، بارد وتقيل. معايا كوباية من السكر، كوباية من السكر، وكوباية الا ربع من المية. هنعصر عليها عصرة ليمونة، ومعانا الفانيليا بتاعتنا، واحطها على النار تغلي لمدة 5 دقايق. معايا نص كيلو من الكنافة. هعمل ايه؟ الكنافة دي انا كنت حطاها في الفريزر. هبدأ كده ايه، اقطعها كده. هقطعها خالص، خليها ناعمة كده. ولو جايباها صبحة ممكن تحطيها في الفريزر لمدة ساعة، وبعد كده تطلعيها عادي وتشتغلي فيها. شايفين الكنافة بعد ما قطعتها؟ شايفين؟ معايا بقى ايه، كوباية ونص من السمنة. ادي كوباية، ومعانا النص كمان. انزل بيه كده على الكنافة. هقلب بقى كده ايه السمنة مع الكنافة. بس انا مش هحط سكر خالص. ليه مش هحط سكر؟ علشان السكر هيحجر لنا الكنافة وتبقى ايه، محجرة وناشفة، ومش هنعرف ناكلها. انا بس كده ادخل السمنة كويس جدا في كمية الكنافة بتاعتنا كده. هنعملها بطريقة حلوة قوي، وان شاء الله هتعجبكم. طريقة مختلفة وجديدة، واول مرة نعملها مع بعض. طريقة لذيذة جدا، ان شاء الله هتعجبك. انا كده بقى ايه، دخلت السمنة في الكنافة زي ما انتوا شايفين كده كده. قلبت السمنة مع الكنافة كويس قوي، وجايبه الصينيه اللي انا هستخدمها حطيت فيها معلقتين سمنه وادهنها كده. هعمل ايه، هنشكل الكنافه دي ازاي. معايا غطا برطمان كده، حابه تصغريه شويه مش مشكله. ومعايا ايه، كيس تلاجة. هعمل ايه، احط كيس التلاجة كده في قلب غطا البرطمان، واجيب شويه كده ايه صغيرين من الكنافه، وافردها كده كده، واضغطها كده. اضغط الكنافه كويس قوي. انا ليه حاطه الكيس دوت؟ علشان خاطر الكنافه تنزل معايا بكل سهوله من الغطا. اضغط بس كده كويس كده كده، واسويها وافردها كده في قلب الغطا كده. نيجي بقى ايه نطلعها. اعمل ايه، اروح قلب الغطا كده. ايه رايكم؟ احط في الصينيه
تاني. كده اضغطها كويس جدا كده كده كده، اضغطها واسويها في الغطا كده. واروح قلب الغطا كده. هعمل بقى ايه كمية الكنافة بنفس الشكل اللي احنا عملنا بيه كده. شكلت الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، مش هحط عليها سمنة خالص. مشغله الفرن بقى على درجة حرارة 160 نار هادية. هدخل صينية الكنافة تستوي كده براحتها. لو عندك الفرن ليه شواية، ممكن ايه اول ما تلاقيها احمرت كده من الارضية ومن الجوانب تروحي مشغلة الشواية علشان بس الوش ايه يتحمر. زي ما انتوا شايفين كده هدخلها الفرن تستوي، وبعد كده ايه نرجع مع بعض ونشوف هنعمل في الكنافة دي ايه. ايه رأيكم بقى في شكل الكنافة كده بعد ما استوت؟ ومعايا كمان الشربات التقيل البارد. وهعمل ايه هسقي كده الكنافة. هو انا هسقي الكنافة واسيبها كده؟ لا، ده انا هزينها بتزيين حلو قوي. تابعوني بس وخليكم معايا عشان تشوفوا احنا هنزين الكنافة الجميلة ديت بايه وازاي. اسقيها كده. لازم الكنافة تبقى سخنة والشربات بارد. ايه رأيكم بقى كده في شكل الكنافة؟ حلوة قوي. زينتها بصوص الشوكولاتة وصوص التوفي، وسبت ايه واحدة سادة. شايفين شكلها تحفة وطعمها خطير. السادة بقى حطيت عليها ايه شوية سوداني مجروش وجوز هند. ايه رأيكم بقى كده؟ اوريكم كده عن قرب. شايفين صوص التوفي وصوص الشوكولاتة تحفة. وده كان الحلو بتاعنا النهاردة. حلو، طعمه حلو وجميل ولذيذ وبسيط. عملنا مع بعض كنافة بشكل ايه جديد، وزيناها بالشوكولاتة وبصوص التوفي. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم. اذا عجبكم لايك وشير، وفعلوا لي زر الجرس، واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.